السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخنا، مطبخ نوجة والشيف مصطفى. النهاردة بقى زي ما احنا شايفين هنعمل مع بعض حاجة خفيفة كده، برضو البيت المصري كله ما يستغناش عنها. هنعمل مع بعض عجينة الفلافل بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير موجودة في بيتنا، وكمان حاجة طبعا زي ما انا قلت لكم، الحاجة اللي نقدر نعملها في البيت نعملها، نبقى عارفين ان هي مضمونة ونظيفة. وكمان عامل اساسي معانا ان احنا في القناة قايلين لكم ان احنا الحاجات اللي نقدر نوفرها ونعملها في البيت هنوفرها زي ما احنا شايفين. احنا طبعا شايفين الغلا والدنيا عاملة ازاي. لما تعملي العجينة بتاعتك في البيت وتحطيها في الفريزر وتطلعيها زيت نضيف، كل حاجة انت ضمناها، هتبقى حاجتك جميلة وتحت ايديكي، وكمان ظبطتي ميزانية بيتك. هنعمل مع بعض الفلافل، عجينة الفلافل. هنبدأ مع بعض ونشوف مقاديرنا ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنا كميتك على حسب استهلاكك. انا معايا هنا ده نص كيلو من فول، اللي هو فول اسمه فول بصارة، اللي انتوا بتعملوا منه البصارة، احنا كلنا عارفينه. معايا هنا 6 7 فصوص توم كده، معايا كزبرة حصى، معايا بصلاية واحدة، ومعايا هنا الكرات. انا غسلاه طبعا ومصفياه ومقطعاه. طبعا احنا عارفين ان الفول بتاعي ده انا غسلاه ومنقعاه من قبلها بيوم. ليه لازم تنقعيه من قبلها بيوم؟ عشان يبقى معاكي، ينعم معاكي على طول في الكبه. تمام. اول حاجه هنا هنجيب الكبه بتاعتنا، هننزل بكميه الفول بتاعتنا. طبعا لو انت هتعملي كيلو هتضاعفي الكميه، يعني بصلتين وضعفي الفول وضعفي الكرات. تمام. تمام. اهو معانا. بص انا هنزل بنص الكميه، يعني نص الفول ده هنزل بربع فول، مع نص بصلايه، مع نص كميه التوم اللي معايا اللي هم 8 فصوص، هنحط 4 فصوص توم، ومع شويه من الكزبره اللي احنا شايفينها اللي هي ايه، الحصى. تمام. تمام. وهنزل برضو بنص الكرات بتاعي. في ناس بتحط خضره، تمام. انا مش بحب الخضره لا، الخضره هتغمق معاكي العجينه، عشان انا بعمل الحاجه بجربها مره واتنين وبقول لكم على النتيجه اللي طلعت معايا مظبوط. الكرات بس، عجينه يعني كرات بس يا جماعه. ملحي، حطي الملح بتاعك بطريقه طبعا مظبوطه عشان ما تملحش منك قوي وتبقى كويسه معاكي. تمام. تمام. بصوا انا الربع كيلو الفول اخد معايا معلقتين من الملح اللي انتوا شايفينها دي. تمام. طبعا هضربهم في الكبه. وفي حاجه تمام، انا وانا بضربهم في الكبه هنزل عليها بمعلقتين الميه دي بالمعلقه. يا جماعه اوعوا تنزلوا بالميه كده، يعني تقولي نص كوبايه ميه ولا ربع كوبايه ميه، لا. يعني انت ربع كوبايه الميه دي هتنزلي بيها ايه، يعني معلقتين معلقتين. ليه؟ عشان بس مجرد ان هي تلف معاكي في الكبه، مش اكتر. لو زودتي ميه هتبقي بوظتيها. ولو زادت الميه منك برضو تقدري ان انت بعد ما تضربيها كويس في الكبه بتاعتك، حطيها في مصفى، هتتصفى الميه، مفيش اي مشكله. تمام. يعني ما توقفيش على حاجه، بس انت حاولي انزلي بالميه بتاعتك واحده واحده. ليه يا جماعه؟ علشان خاطر ما تسيلش منك قوي. تمام. يعني انا حطيت على ربع كيلو 3 معالق ميه، عشان بس تمشي في الكبه، مش اكتر. زي ما احنا شايفين هفضل اضربها كويس جدا، وهطفي الكبه واشوفها واقلبها. زي بصوا شايفين وصلت لايه معايا، واحده واحده. ما انت لازم تطحنيها كويس عشان توصلي للنتيجه اللي انت عاوزاها، ما تستعجليش عليها. بصوا بعد ما ضربتها كتير كذا مره، طبعا الميه هي 3 معالق ميه بس. ولو الميه زادت منك هاتي مصفى وانزلي بالعجينه فيها وحطي تحتيها طبق. الطبق ده الميه الزياده هتنزل فيه. لكن انتوا شايفين قوامها عامل ازاي، تحفه. ليه بقى؟ لو زادت منك الميه انت مش هتعرفي لما تيجي تحطيها في الطاسه هتفك منك، كده فشلت. انا كده نزلت ببقيه الكميه، اللي هو بقيه ربع كيلو الفول، على بقيه الكرات، على الاربع فصوص توم، على النص بصلايه، على معلقتين ملح. بصوا شايفين عامله ازاي؟ النص كيلو بجد عمل لي كميه حلوه قوي. بصوا شايفين لونها فاتح ازاي؟ لو حطيتي بقى بقدونس وشبت وكزبره، علشان انا جربتها عن تجربه يعني، طلعت غامقه وطلعت مش حلوه. طبعا انتي بتحطيها بقى في اكياس في الفريزر، كميتك على حسب اكلك. منين ما انتي بقى عايزه تطلعي فلافل بالليل الصبح تفطري بيها، هتطلعي وتعملي، بدل ما تروحي تشتري. اولا احنا عارفين كويس او ان الزيت اللي عند الراجل اللي هو مطعم الفول والفلافل، الزيت ده بيفضل من الصبح بالليل. وثانيا مش مضمون، عشان تبقوا عارفين، ده مش عشان التوفير بس، ده كمان عشان صحتنا.
الزيت مش مضمون يا جماعه، اي حاجه تقدروا تعملوها في البيت اعملوها. بصوا طبعا انت عارفه كميتك قد ايه بتحطيها في الكيس بتاعك، بتحطيها بنفس الطريقه دي عشان ما تاخدش معاكي مكان. طلعي منها الهواء كويس جدا زي ما احنا شايفين، وعلشان خاطر تقدري ان انت تستغلي الفريزر. لو الفريزر بتاعك صغير او لو ما عندكش ديب فريزر تقدري تحطي كل حاجه تقدري تعمليها في البيت زي ما احنا شايفين. بصوا يا جماعه هعمل لكم واحد تاني. انت على حسب ما انت عارفه مقدار وجبتك قد ايه حطيه. بجد لما تبقى تعملي كل حاجه في البيت احسن لك والله. بسبب الغلا وبسبب الظروف اللي احنا فيها دي التجار بدات ان هي تغش في كل حاجه. زي ما انا قلت لكم الزيت وحش، والفلافل في ناس بتحط لها عيش بتبقى من جوه عامله شبه العيش، بتبقى مش حلوه عشان تبقوا عارفين، لكن دي هتبقى هشه ومخرشفه وهتعجبكم جدا بجد. طلعت تحفه وريحتها بقى مش قادره اقول لكم عامله ايه. ما تكتروش اي حاجه، كل حاجه بالمعقول. لا تحطي بقى تقولي فلفل اسمر ولا الكلام دوت. هي الكزبره الناشفه والملح ودمتم. بصوا هي الكيس ده كده حجمه مش هياخد معاكي اي مكان في الفريزر. شايفين؟ عايزه اقول لكم بصوا عملت لي كميه حلوه قوي. نص كيلو عمل لي يعني 8 اكياس او 7 اكياس تقريبا. طبعا حلوه جدا، موفره واقتصاديه ونضيفه، وكفايه ان انت حاجه عارفاها مضمونه. زي ما انا قلت لكم الحاجه يا جماعه اللي تقدروا تعملوها في البيت اعملوها، ما تكسلوش. وانا على قد ما بقدر اي حاجه وصفه كده بلاقيها ان انا اعرف اوصلها لكم بطريقه بسيطه وما تبقاش مكلفه عليكم بعملها لكم عشان خاطر يعني زي ما انا قلت لكم انا بستفاد منكم، وانا وابقى عايزه افيدكم ولو بمعلومه صغيره. يا رب تكون كده وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم. ما تنسوش بقى يا جماعه عشان اللايك والاشتراك، ولو عايزين اي حاجه اكتبها لي في التعليقات. لو في اي حاجه مش عاجباكم برضو قولي في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لمطبخ نوجة والشيف مصطفى، وربنا يحسن ما بين ايديكم.